استاذ احمد خليني اسالك، شايف الاجواء ازاي بعد جوه نادي الزمالك بعد التاهل في الكونفدراليه وبعد نسبيا ما الامور ما هدت شويه؟ بص يا باشا، الكوره حاجه ثانيه في الزمالك او الاهلي طبعا. يعني انت تكسب يبلع لك الزلط، الجمهور والاعضاء يبلع لك الزلط، واي حاجه تمشي وانت كويس ومفيش مشاكل وننسى اللي فات. طول ما الكوره بتكسب مفيش مشاكل، والمجلس عارف كده كويس. يعني هم المجلس اصلا معظمهم هاندبول او كده، بس عارفين كده كويس ان الكوره هي السر في الزمالك. فعشان كده وانا قلت لك معاك، قلت لك ايه، الزمالك لو كسب سموحه هيكسب كايزر تشيفز، وممكن بقى تشوف يعمل مع سموحه. المكسب بيجيب مكسب. فهي الانتصارات فرقه الكوره عامله حاله جوه نادي الزمالك. فتحت نفس مجلس اداره تاني، بدا يدور تاني في دفاتر في قصه الارض، يشوفها من اول وجديد تاني. الارض القديمه مش جديده، القديمه فيها محاولات تانية. الناس تقول لك الامر مقفوله مش مقفول، بس هم لغايه دلوقتي بيحاولوا فيها تاني او هيحاولوا فيها تاني. الممر بتاع الملك فاروق ده اعتقد ان ده ممكن يجيب مناخير كويسه قوي للنادي. احساسي كده ان شيء ما سيحدث. ايجابي طبعا. ده شيء كويس. انا يعني شايف حاله تفاؤل يعني بالايقاف فك الايقافات في كل حاجه. يعني واضح ان في اهتمام وفي فلوس جايه. انا تفاصيل الفلوس منين مش عارف، بس في فلوس جايه، في فلوس. فرقه الكوره زي ما قلت لك، هو اتقال ضمنيا للكابتن معتمد ان انت خلاص مكمل، ما اتقالش رسمي. بس طبعا خلاص الراجل يستحق. يستحق يعني. لكن في اجهاد، يمكن انا تواصلت النهارده، في اجهاد غير عادي للعيبه. اجهاد غير عادي للعيبه، حتى اللعيبه الصغيره ما فيش حد قادر يتحرك النهارده في التمرين. فماتش بكره للزمالك وسيراميكا صعب جدا. فرقه بقت فرقه كبيره متصدره الدوري. الزمالك بيلعب على طول مريحين. فكذا سبب يخلي ان الماتش صعب. الزمالك برضه عنده ماتش تاني، يعني عنده بعد الماتش ده عنده ماتش الحرس، وبعد الحرس عنده ماتش تاني. ما هو سيراميكا بقى دي بطوله، ده ماتش بطوله، مش يعني ماتش بطوله. فهو مشكله الكابتن معتمد في الاجهاد، حتى اللعيبه الصغيره مش قادره في التمرين. صحيح. طيب عبد الباسط، خلينا نروح معاك للمنتخب. اسالك على الجزئيه بتاعه حراسه المرمى في منتخب مصر، بتشوفها ازاي في ضوء ما يحدث في النادي الاهلي؟ انه في بطوله افريقيا بيلعب مصطفى شوبير، في بطوله الدوري بيلعب محمد الشناوي. التدوير ده ممكن يبقى له تاثير على اختيارات كابتن حسام حسن قدام في كاس العالم ولا لا؟ طيب ده سؤال حلو جدا. انه فكره حراسه المرمى في المنتخب، كابتن حسام بيحب في هذه المنطقه اهل الثقه جدا. يعني هو ميال لاهل الثقه دايما. كان بياخد مصطفى شوبير وهو ما بيلعبش، بس انا بالنسبه لي بصنع حارس تاني، وكان عنده بعد نظر في ده. بعد كده مصطفى شوبير مع النادي الاهلي بيثبت ان هو ينفع يبقى حارس اول. هل هي هتاثر؟ لا مش هتاثر. يعني لو كاس العالم بكره، اللي هيكون الحارس الاساسي منتخب مصر هو محمد الشناوي، واللي هيكون الحارس الثاني هو مصطفى شوبير. قناعات كابتن حسام دايما او كابتن سعفان الصغير وهو معاه بتدور فيما بعد الاثنين، ما بيقربش من الاثنين دول بالذات. هم بالنسبه له ده الاول وده الثاني، وعنده الشناوي ثاني لو كاس العالم بكره او المعسكر اللي هيتلعب في مارس اللي هنلعب فيه ماتشين. بس الفرضيه دي هل ممكن تتغير ولا لا اذا استمر مثلا، او اذا حصل؟ انا ما اعرفش ايه اللي ممكن يحصل اذا استمر مصطفى شوبير حارس اساسي. انا ما اعرفش ايه اللي ممكن يحصل، لان دي بتاعت ربنا وحده. يعني انك تبقى عارف مين فيهم. ربنا يحفظ الاثنين ان شاء الله باذن الله، ما يحصلش الواحد فيهم اصابه، ما يحصلش اي حاجه. الواحد ما يتمناش طبعا غير كل خير. اذا مصطفى كمل، اذا الشناوي هو اللي كمل، ما هو ده ما ياثرش. مش هياثر لسبب. اذا الشناوي كمل ما ياثرش. الشناوي كمل، لكن اذا مصطفى كمل. طيب اذا الشناوي كمل من هنا لحد كمل لوحده، يعني كمل لوحده، بقى بيلعب افريقيا وبيلعب دوري. لو انا بفترض الفرضيتين. تمام. لو الشناوي هو اللي مكمل فده الوضع الطبيعي القديم، مصطفى والشناوي زي ما هم مع منتخب مصر. ماشي. فرضيه ان مصطفى الشوبير هو اللي يبقى الحارس الاساسي دايما، سواء دوري او افريقيا. في الحاله دي بقى هل بتقول ايه؟ بتهز دماغك ايه؟ مش هيبقى في الاهلي استقرار على حارس واحد بس ده فرضيه. ما لا ما انا بقول مش هيبقى يعني. لا هو مصطفى شوبير هياخد حتى الان مصطفى شوبير هياخد المشاركات الاكبر، ولكن مع الحفاظ على نسبه معينه لمشاركه الشناوي. ماشي. يبقى دي برضه معلومه تتحط في الحسبان. مصطفى شوبير المشاركات الاكبر، لكن يظل عند كابتن حسام حسن. هو انا بقول لك لو كاس العالم بكره محمد الشناوي هو الحارس. المدى اللي جاي احنا لسه قدامنا 4 شهور او 5 شهور، فحسب اللي يقف بقى اكتر، حسب اللي هيقف هتبان يعني بشكل اكبر. معسكر الامارات في شهر 3، مين الحارس اللي يقف الماتشين اللي هنلعبهم. عظيم. شوقي محمود، خليني اسالك في جزئيه ليها علاقه اكتر بمساله كاموش. الناس بتقول ايه جوه النادي الاهلي؟ رصداه ازاي؟ مقيماه ازاي؟
هياخد فرص تاني ولا خلاص عليه كفايه كده فرص؟ خليني افهم منك واعرف منك هو معلومه. اصبح حديث الساعه طبعا. لكن الانطباع داخل النادي الاهلي، انا بتكلم عن انطباع مسؤولين وناس ايديها في اللعبه، يعني في قطاع الكوره في النادي الاهلي، في حاله صدمه داخل النادي الاهلي من مستوى كاموش. حاله صدمه مش على المستوى الجماهيري، لا على المستوى حتى الاداري. الناس شايفه ان المستوى صادم، مش ده الفرود اللي يليق بالنادي الاهلي، اللي يقدر يخلص من نص فرصه، وانه يقدر يقود حتى يبقى محطه جيده في خط الهجوم، انه يكون مؤثر في افريقيا وفي الدوري المحلي. انت جايبه في انتقالات يناير، فلازم يكون مؤثر اكتر من كده بكتير. الناس في النادي الاهلي شايفه ان ده مش موجود. لكن على مستوى الجهاز الفني ويستر والمدير الفني، لا، شايف انه اللاعب لازم ياخد فرص. وقعد معاه اكتر من مره، تقريبا كاموش هو اكتر لعيب طرب قعد معاه. وده شيء يحسب للمدرب بالمناسبه، انه شايف ان لسه لعيب وافد جديد جاي، مش ما يعرفش حد في الفرقه، ما فيش علاقه مع اي لاعب تقريبا يعني. فبيحاول ان هو يديله الثقه بشكل خضوض هو قوي برضه يعني جدا. هو خضوض خضه واضحه يعني، خضه واضحه جدا على شكل كاموش تصرفاته. الكوره بتاعت الراس بتاعت امبارح دي خضه يعني. وتبين تكشف حاجات كتير جدا جدا في كاموش. لكن لا يزال الجهاز الفني متماسك بفرصه. كل ماتش بيضيع، كل ماتش بيضيع كوره ما تضيعش. وكوره سهله، وكمان خضه يعني. بس بمناسبه الافارقه هيفوق منها ازاي بمناسبه الافارقه او الاجانب قصدي اللي بيجوا الانديه، كابتن حسام كان طلب من اتحاد الكوره ان يبقى في يعني يقلل عدد المحترفين. 3 يبقوا 3. اتحاد الكوره بيفكر يبلغ رابطه الانديه عشان رابطه الانديه تقعد مع الانديه، لانه في نادي يقول لك انا جايب لو عندي ال5 لعيبه، افرض لعيب معايا 3 سنين، ماشي. ازاي السنه الجايه تخليني اعمل هذا الامر؟ الموضوع ده هيعمل شويه ازمه، لان هو فعلا الاتحاد عنده ان هي يقلل العدد، جوده اللعيبه اللي موجوده في المنتخب ماليش علاقه بالحته بقى الفنيه، انه كثره اللعيبه بتقوي المنافسه، بتعمل الدوري. ماشي. لكن هو الراجل كابتن حسام بيقول لهم انا مش لاقي مهاجمين، مش لاقي لعيبه في معظم الاماكن، فبالتالي عايزين نقلل العدد. طيب اقول بس حاجه في كاموش، انه في كلام كتير جدا عن تفاصيل كاموش. هو بس المعلومه اللي عندي، الكلام اللي بيتقال انه لو جاب 15 جول يفعل الاهلي عقد الشراء. ماشي. المعلومه اللي عندي غير كده. ايه بقى؟ انها 10 اجوان بس. مش هيجيبهم يا سيدي يجيبهم. ما تقلقش يا سيدي يجيبهم. ما تقلقش طمن يا محمود. هو الناس النادي الاهلي نفسهم طبعا يجيب ال10 و15 و20. بس بصراحه شديده يعني الانطباع انطباع سلبي جدا داخل النادي. طيب خلينا نروح للاستاذ خالد الاتريبي. يا استاذ خالد، احنا كنا بنتكلم على تحديدا يسترب. هل هناك توافق علي يسترب داخل النادي الاهلي، ام ما زال مساله انك تحكم حكم قيم على الراجل نهائي بات قاطع؟ ده مش امبارح كنت عملت استفتاء حتى للناس بالمناسبه، مفيش حد قادر يحط ايده قوي على هل الراجل ده جامد جدا، ولا هل الراجل ده متوسط، ولا هل الراجل ده ما ينفعش خالص. هو مدي لك اشارات مختلفه يعني، احيانا يبان جامد جدا، احيانا يبان عادي جدا، احيانا يبان لا اقل من العادي. خليني اسالك جوه النادي الاهلي شايفين ازاي؟ اكلمك كمعلومه الاول، يلا، وبعد كده اقول لك وجهه نظري في الموضوع. كمعلومه، داخل النادي الاهلي تتكلم مع الناس يقول لك الراجل كل الظروف اللي جه فيها معظمها مش طبيعيه. ماشي. بمعنى انه خد فرقه ما عملش فتره اعداد كويسه، فرقه مش واقفه على رجلها، منهاره بدنيا بسبب المرحله اللي كان فيها، اللي جاي فيها بعد ريبيرو. في الاوقات اللي كان انت محتاج فيها كبطولات او ضغط كان بيبقى موجود زي ما حصل، ولما كان اتيحت ليك الفرصه انك تلعب مباريات قويه، لعبت مباريات قويه قدام نادي الزمالك واخدت بطوله. هم شايفين ان في المرحله دي اللي كان شايل الفرقه هجوميا في المرحله اللي فاتت كان تريزيجيه وزيزو وامام عاشور. قال لك المرحله دي تحديدا هي المرحله اللي وقع منك فيها الثلاثه، فانت قدرت انك في المرحله في الوقت ده تعدي باقل الخسائر. كويس. خاصه وانت بتتكلم عن تريزيجيه، احنا بنتكلم على تريزيجيه مثلا كارقام في 4 جولات مش في 6، بتتكلم في 6 مساهمات اهداف، منهم 4 اهداف تقريبا هو سجلهم في دور المجموعات. فقدر انه لعيب زي جوكر زي محمود حسن تريزيجيه انه يعدي القصه اللي احنا فيها. وشايفين انه لو المرحله المضغوطه دي عدت واستعاد اللعيبه بتاعته بشكل كامل، هو هيقدر يأدي ويقدر يظهر بالشكل المناسب. هل الناس فكرت فيما بعد؟ هل الناس فكرت في انه لو تدهورت النتائج مصيره ايه؟ ما حصلش اي حاجه داخل النادي الاهلي. الاهلي ما بيفكرش بالشكل ده. ولكن
خلاص بقى احنا اتكلمنا في النادي الاهلي ان هو شايف معلومة. ان هو شايف ان المرحله ماشي هتعدي، وان احنا قبل كده مرينا مع كولر بنفس المنحنى، وبعد كده بعد دور المجموعات عدينا وخدنا البطوله، فهم متفائلين انك لما تلم الدنيا شويه هيرجع وانت معدي متصدر، انت لسه حظوظك طيب قول لي ولكن ايه؟ ولكن لا، في يعني مثلا محمود قال حاجه دلوقتي، قال اكتر حد بيقعد معاه يسترب هو كان كاموش، وبيدعمه نفسيا ومعنويا. دي حاجه وحشه ولا حاجه حلوه؟ مش، ما في ناس تانية برضه موجوده في الفرقه. اكيد حاجه وحشه، ما هو مردود سلبي. ما هو زي ما انت بتتعامل مع كاموش، في كلام برضه على يوسف بالعمري. يوسف بالعمري كنفسيا ومعنويا، حتى كلام الراجل اللي عليه في المؤتمر الصحفي بعد مباراه الجيش الملكي ما كانش المردود كويس. كلام مش مشجع. كلام ما كانش كويس، لان الناس بتتكلم معاه وتقول له اصل كوكا كان بالعمري كان افضل من كوكا، فرد عليهم قالوا انتوا شايفين كده. ففكره انك بتدعم عايز تقول يا اجنبي، خالد ما تقعدش تلف وتدور وتطلع الدائري وتقوم مرجعني على المحور، عايز تقول ان هو كاموش هو مسؤول عنه عشان هو موافق عليه فجابه فبيدعمه، عايز اقول وبالعمري لا ما بيقف جنبه علشان خاطر لا، عايز اقول ان هو ما تقول يا خالد. عايز اقول ان الراجل، لا ما بكمل اهو. عايز اقول ان الراجل شايف ان الصفقات اللي جت في يناير مركز معايا تقول يا خالد يلا. الصفقات اللي جت في يناير اللي جايه عن طريق 80% اداره و20% راي فني، هو الراجل مصمم انه يكمل بالشكل ده، ومش هيحتاج للصفقات الا اذا الاساسيين اللي معاه وقعوا. هو مكمل كده. طب اسالك سؤال بس تعرف، بس تجاوبني. هل هي داخله في قصه عند ولا هو ما وصلش العند؟ ها قول يا خالد. تحليل الشخصي هو واضح انه عنيد. يسترب. اديني اجابه قاطعه. عنيد عند ولا؟ ده انا هقول لك اجابه في 3 كلمات، انت عايز اكتر من كده ايه؟ ايوه قول. اخر واحد يكون عنيد. لا انا عندي تباين هنا في الاراء اهو. بقول لك رايي. انا عندي انت شايفه في الملعب كده ايه؟ انا عندي يعني اصراره على ان احمد بن كوكا يبقى لا دي نقطه بتاعت بالعمري وكوكا دي شرحناها قبل كده كتير. ليش؟ تمام؟ ليه؟ هو الراجل واتكلم مع الجهاز الفني على فكره في الكلام ده في احد المحاضرات. طيب كويس، انا هنا معناه ان انا عندي رايين مختلفين، قرايه وتحليل مشهد مختلفين. ده في حد ذاته كويس، ده في حد ذاته كويس. انا مبسوط ان انا عندي رايين مختلفين، الناس برضو تبقى عندها تكون انطباعها برايها او وفقا من اللي بيوصل لها المعلومات. خلي بالك وانا بقول كده انا اصلا متحفظ على القرار بتاع كوكا. خلي بالك يعني ايه متحفظ على القرار بتاع كوكا؟ يعني انا شايف ان كوكا معلش انا اسف يعني اخر واحد يلعب في الباك ليفت. انا شايف ان كوكا اخر واحد يلعب في الباك. طب بيلعب ليه؟ يعني بقول لك انا رايي الشخصي كمحمود. ايوه ماشي. يعني بالعمري هو اللي يلعب. ما هو عشان هو في فرق ما بين رايي الشخصي. هو مقتنع بكوكا. ايوه في فرق ما بين رايي الشخصي انا وان الراجل بيقول ايه للجهاز الفني. بيقول ان انا بالعمري ما بدأوش الماتشات لان انا عايز مهام دفاعيه في الاول. طيب فبيلعب كوكا. نروح للاستاذ عمرو جاب الله. الدنيا انت مبسوط قوي بقى يعني. بص انا عايز خالد يقول. انا قاعد جنب خالد بقول له قول يا خالد. الراجل اراءه بالنسبه لي مهمه فعايز اسمعها والله. طيب بص يا باشا، احنا جينا في فتره انت تنكش في خالد وبعدين خالد لو قام القومه بسفلتك. يعني بلاش كلمه سفلتك، بلاش كلمه سفلتك دي. مين ده اللي اتسفلت؟ ده جه من سنه قال لك اكرم توفيق مجدد في الاهلي قلت له في الشمال. ثانيه واحده مش عايز تركبه له انت من ساعتها. حذفناها من النقطه. احنا ما بنستخدمش المصطلحات دي خالد بعد اذنك. يعني يقصد ان هو لما لا ما يقصدش. نخش على اللي بعده. اديني اللي خلاص حذفها لكنها مش موجوده، اتقصت من المونتاج. يلا صح كده. مش تنزل في الهواء خلاص، مش تنزل في الهواء. والله هو خالد يلا يا عم حالته صعبانه عليا. يلا دونجا ما اتكلمناش وقت رحيله في جزئيه مهمه وممكن تكون انفراد يعني وما اتقالش قبل كده. دونجا كان عنده رغبه حقيقيه بيخوض تجربه جديده والانتقال للدوري السعودي. ماشي. دونجا محتاج ياخد شويه خطوات جديده في حياته، وشايف ان العرض كان مثالي بالنسبه له كلاعب. الزمالك في نفس الوقت وجد ضلته ان هو كان محتاج يسير الامور ويبقى عنده انتعاشه ماليه من دونجا. ولكن في حاجه تحسب لدونجا لازم تتقال، ان دونجا وهو خارج من نادي الزمالك تنازل لنادي الزمالك عن 14 مليون جنيه. ده رقم بجد حقيقي؟ ده رقم بجد حقيقي. فدي حاجه تحسب. طب ده عنوان مهم جدا عشان جمهور الزمالك حقه علينا انه يبقى عارف. نازل عن 14 مليون جنيه وهو خارج 12 ونص.
14 حد قال لي من شويه 12 ونص. 12 ونص كان في 14 غرامه لو تفتكر، عدى ال 10. كان في غرامه لو تفتكر ثانيه واحده معينه المفروض ترجع له. ثانيه واحده بس، ثانيه واحده. 14 ثانيه واحده كده، انتوا بتصعبوها ليه قوي كده؟ ليه بتتعاملوا مع الملايين على ان هي عاديه يعني؟ جنيه ونص. بيقولوا لا مش للدرجه. بيقولوا 14 مليون، واستاذ احمد الخضري قال له 12.5 مليون يعني. كان في غرامه يا ريس، بس اللي هي كانت المفروض ترجع فرجعت، فكان المفروض ياخدها فما خدهاش. توتال 14. عايز تقول حاجه ثانيه عشان نروح لشوق يا ابو الشوق؟ يعلم. هل في جديد في موضوع من جانب الزمالك في موضوع مطالبه زيزو بمستحقاته المتاخره لاتحاد الكره؟ يمكن احمد كان قال خبر مهم الاسبوع اللي فات، تتبسط اول ما جيب سيرتك. والله بيتبسط، عمل كده. ايوه ومعادل نفسه كده في والله العظيم رهيب. كان احمد قال خبر مهم. كان وقتها ما كانش في وقت ان انا اتواصل مع اداره الزمالك عشان اعرف. كان قال انه اداره الزمالك الموضوع في سكه زيزو بشكل اكبر، وانه نادي الزمالك ارتكب خطا انه لم يقدم اللائحه اللي خاصه باللاعب. تواصلت مع نادي الزمالك والمسؤولين، والجزء القانوني اللي هو كان متواجد ومتولي الموضوع اكدوا لي ان هم ما يعرفوش طبعا ان في حكم كده حاجه ما يعرفوش احمد عبد الباسط. لا هم قاعدين على قدي. اتفضل كمل يا شباب. كمل يا شباب. انه قالوا لا احنا مقدمين اللائحه بتوقيع زيزو وموقع عليها اللي هي اللائحه بتاعت الفريق الاول، ومقدمين كمان جزء خاص بانه التحقيق اللي كان زيزو اعترف فيه ان هو اخطا في عده امور، منها الامتناع عن التدريب والكلام ده كله. تمام. وهو في نقطه برضه هي نقطه مهمه بيرتكز عليها الزمالك، يمكن النقطه اللي بيرتكز عليها زيزو في طلب فلوسه انه البند الثامن في عقده مع نادي الزمالك، هو عقده مع نادي الزمالك 55 مليون جنيه صافي في 3 سنين 15 20 20. تمام. هو طبعا الكلام ده كنا اتكلمنا فيه انا ومحمود، بس برضه بشرحه تاني انه هو شايف انه البند الثامن انه الفلوس دي هو بعتبرها بونص. الزمالك كان حاطط ان هو البند ده مجرد تفسير انه في حاله زياده الضرائب لا يقل الفلوس اللي هياخدها كل سنه عن الرقم ده. فدي المشكله والاشكاليه اللي لسه حتى هذه اللحظه الزمالك عايز يخلص بيها الموضوع وعايز يشرح وجهه نظره. الزمالك شايف ان اللاعب ملوش غير 9 مليون جنيه، الزمالك معترف ان اللاعب دي فلوس، ولكن هم 9 مليون جنيه فقط. الكلام اللي اتقال ان هو حتى الزمالك بدا يستفسر بشكل ودي، اتقال لا اصل في لجنه جديده جايه. طب اللجنه الجديده هي اصلا ازاي هتحكم؟ وهي اصلا المفروض اللجنه القديمه تسلم بقى كل ملفاتها، ولا اللجنه الجديده تبتدي من اول وجديد؟ ده الزمالك هيستفسر بيه في خطاب لاتحاد الكوره خلال الساعات الجايه. ده كلام عظيم، وده فاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضرتك.